احلى شباب في الدنيا مباراة الاهلي وصن داونز. الاهلي طالع من استاد القاهرة، بصراحة الواحد مش قادر بصراحة. كانت كوميديا اقسم بالله العظيم ثلاثة. كانوا عاملين فيها ست ابطال في بعض، في الاخر خدوا الجلاشة وطلعوا. هنا 1-1 في استاد القاهرة. استاد القاهرة كان مليان متروس على اخره، احمر منور كده مبهج. واخد بالك ياسر ابراهيم راح عامل برويتا وجاب جون في نفسه بالكعب، عملها جميله جدا. الشناوي ملوش دعوه، يقول لك مد ايده مد ايده يعمل لها ايه ولا ضربها بالكعب جامده قوي. الواحد كل ما اتفرج على جمهور النادي الاهلي بصراحه بما يرضي الله والله بيحمد ربنا اللي هو مش اهلاوي. سيبك، انا بشجع اوروا ريدز الياباني، ما عنديش مشكله خالص، بس انا الحمد لله انا مش اهلاوي. يعني انك تكون اهلاوي ده شيء صعب والله العظيم ثلاثه، يعني في حسابك، في ضميرك، في فلوسك. انك رحت صرفت لك 700 800 جنيه النهارده وطلعت على الفاضي، وجايين قال لك رايحه من المنيا ورايحه من اسيوط، شاف رايحه منين عليها يا باشا، انت رايح تشجع مين؟ خد بالك انت. وفي الاخر رجعت يعني ايه ندمان. فبتمنى يعني ان انا افضل يعني زملكاوي ما يشترونيش، لان انا دايما ضد النادي الاهلي، فانا مش عايزكم تشتروني. انا خايف اشتم في يعني في اي حد فيجيبوني يعوزوا يجيبوني. دلوقتي الميزه انك تشتم عشان تتجاب، دي الميزه الفتره القادمه انك لازم تشتم في الاهلي عشان تتجاب، دي حاجه اساسيه يعني. لان هو خد تاريخك، خد لعيبتك، خد يعني تقريبا مدربك. سمعت ان هم بيفاوضوا جوميز بتاع الزمالك عايزينه، وزيزو، بن شرقي، امام، مصطفى محمد، وكان عاوز الونش. خد عواد، خد كل يا باشا، خد كل. انا ما عنديش مشكله معاك انك تشتري كل اللعيبه، بس في الاخر يعني بتعمل ايه؟ تبقى صفر بطولات. يعني السنه دي الموسم للنادي الاهلي تقريبا كده صفر بطولات ان شاء الله يعني. الدوري راح بامر الله، وهو كده كده مش مشارك في الكاس وايه تاني السوبر اللي مش هيلعب سوبر، مش هيلعب خالص. يا دوبك كده بالرضا انت كده تطلع صفر بطولات. بس انت صارف يا ابن عمي، انت صارف لك حوالي بتاع مليار ولا حاجه، ولا مليار وشويه على الفاضي. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. تطلع كاس العالم الثلاث ماتشات اللي انت فرحان بيهم، اللي هو يعني مش عارف، تحس ان بتكلم واحد اهلاوي يقول لك رايح كاس العالم، هي بطوله؟ زي ما بتكلم مع واحد صاحبي عزيز. انا بصراحه من الباقي مش بطوله يا باشا، ثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات هتروح تترن فيهم ماتشين وترجع تكسب ماتش بتاع الانتر ميامي ده لو كسبته، وهتترن من بورتو بالميراس وترجع صباح الفل، او سبورتنج لشبونه حاجه زي كده يعني. عادي يعني، ده في 32 فريق. انت مش عالمي زي ما قلتها مليون مره، مفيش فريق مصري عالمي. انت مش عالمي حضرتك، انت هتترن وترجع. يعني حتى الصحف الامريكيه قالت لك الانتر ميامي هيلاعب فريق مجهول، وانا اللي قلت هو اللي قال يا باشا. انت بتقول انا عالمي وانا مقطع السمكه وديلها، هو اللي بيقول عليك مجهول. قال عن النادي الاهلي مجهول، انا ما قلتش، هو اللي قال. وانت اللي فرحان وعامل لي مش عارف جايب لي مين ومين. خليهم معاك يا ابويا، خليهم معاك ينفعوك الفتره القادمه، الفتره القادمه. واللعيبه اللي راحت هناك اللعيبه المحترمه. بس هو بن شرقي محترم، انا بحبه بصراحه، بس الراجل معدين له دكه. الراجل ده مش هيكمل معاكم كتير ان شاء الله، ربنا يهديه كده ويمشي. بس انت طبعا بتحبوا اللي بعد منه مين؟ الننوس اللي جاي لكم. ما انتوا ننانيس بتحبوا الننوس. زيزو. شوف بقى زيزو هيعمل معاكم ايه بقى في كاس العالم، وهيدلعكم ولا هيعمل ايه؟ بس كده كده زيزو هيفرق معاكم ولا مش هيفرق معاكم قوي، لان انتوا عندكم برضه لعيبه مستوى عالي، فمش هيدوكوا قوي يعني. يا باشا انت متغاظ؟ لا مش متغاظ، انا بقول لك الصراحه يعني. هو الراجل كان عندنا نجم النجوم، لان هو الوحيد اللي كان بارز، كان متالق عندنا برضه. اتقالت لي من الناس برضه الوحيد اللي كان بارز، ما حد اهلاوي اللي قال لي كده والله. اللي هو كان بارز عندنا عشان كان نجم النجوم، كان احسن واحد. لكن هو في النادي الاهلي فيه نجوم كتير هت هتنكش يعني من هنا وهنا وهنا. وبعدين تريزيجيه هيجي، وفي لعيبه كتير جدا هتيجي، فانت هتلاعب مين ولا مين ولا مين؟ انت عندك مشكله. النادي الاهلي عنده مشكله كبيره ان هو جاب بتاع 90 صفقه. الاداره بتاعت النادي الاهلي حسبتها حسبه كيد. كيد كيد نسا. واضح ان الموضوع كيد باين جدا يعني. انت هتجيب جوميش، مش عارف هتجيب مين تاني، مش عارف. انت بتاخد الشعار يا باشا، خد الشعار. وانت ما بتعرفش تعمل حاجه لوحدك يعني. النادي الاهلي ما بيعرفش يجيب مدرب يا جماعه بجد يعني. دي رساله لجماهير النادي الاهلي المحترمه. يعني الناس اللي بتفهم، سيبك من الناس اللي هي وعارف انت اللي ايه جبنا مش عارف فرحانين. هم بيحبوا الحاجات دي. زي ما قلت لكم صفقه زيزو كانت صفقه عشان يداري بيها انسحاب، الانسحاب بتاع ماتش الزمالك هو كان بيداري بيه. فجاب زيزو عشان يداري الصح، عشان يداري الخيبه اللي عنده، الخيبه اللي عملها. وانتوا كجماهير دايما بيضحك عليكم. الجمهور النادي الاهلي ما عندوش مشكله خالص ان هو ايه يعني يتحالف مع الشيطان عشان بطوله. ما عندوش مشكله اللي هو يجيب لعيب من هنا او من هنا، ما عندوش مشكله خالص. هو بيعرفوا بمجلس الاداره بيعرف يعني يبلفوا. اللي هو ايه، لا احنا عملنا كده عشان نعمل كده، عشان نغير القوانين المصريه، عشان نغير الاداره اللي فيها اتحاد الكوره، عشان نغير نخلي الدوري احسن. احسن ازاي وانت فيه؟ بجد يعني الدوري عمره ما كان احسن وانت فيه. والله العظيم عمر ما الدوري بتاعنا هيتباع ب 3 جنيه ونص طول ما في النادي الاهلي، واقسم لك بالله ما هيتباع يا باشا. جماهير وسبونسر، ايوه الحاجات دي عندنا هنا، لكن الدوري ده مش هيتباع بره. يعني الدوري السعودي دلوقتي بيتباع في البرتغال لان هم جابوا كريستيانو. مش عارف بيتباع فين عشان هيجيبوا مين، بيتباع بره. كده الدوري بتاعك اقسم بالله اقسم بالله طول ما في الاهلي ما هيتباع. في يعني فين؟ في محطه الرمل عندنا هنا. هو حلو يا دوبك اتفرج عليه. احنا كلنا كده ايه، ونقعد نغيظ في بعض ان هو بيبقى مرسوم قبل ما يتلعب. وبخصوص قرارات الرابطه برضه عايزين نقول حاجه مهمه. انا مش عايز واحد اهلاوي يفتح بقه معايا تاني يقول لي اصل انا مش عارف ايه، اصل انا بكسب بطولات لا باشا، انت البطولات بتكسبها اهي، بطولاتك اهي.
يعني قرارات الرابطه او قرارات مش عارف مين اللي عمل قرارات اللي جايه دي، قال لك لا احنا ناجل لحد يوم 5 مش عارف يوم 27، اصل الاهلي بيعمل نقد، اصل الاهلي باينه قوي، باينه قوي ان انت بتاجل زي ما انا قلت عشان تشوف النتيجه. والله بيراميدز محتاج الثلاثه بونت، مش عارف نخصمهم، هنبمبك، هنعمل، هنخلي، هنسوي، هتفضل بقى تلاوع 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 عشان المطوشه يبقى ليها قيمه، عشان السبعه ولا الست مطوشه اللي جايين يبقى ليهم قيمه. ده بيثبت لك ان انت في دوري ملوش اي لازمه خالص. انت باشا في دوري مسرحيه، فيلم يا باشا بيتلعب كده عليك وانت قاعد بتتفرج. يا سلام، اللقطه اللي جايه دي حلوه، بس هوبا يلا فاضل ماتشين وبيراميدز ياخد الدوري والاهلي ياخد، منافسه صعبه، انت بتوهم نفسك ان ما فيش منافسه اصلا. هو الدوري بيروح لفلان او علان، الدوري بيسخن شويه، ساعات بيوصل فريق لحته معينه عشان يبدا بس قريبين 3 بونت مش عارف ايه، وساعات ممكن اقول لك انا راجل زملكاوي ممكن يبقى جاي معدي ماتش للزمالك ولا حاجه عشان يطلع شويه فوق عشان يقول لك شايف الاهلي ايه وانت تنافس ايه، يقعد يعمل لك شويه كفته كده بتبقى ريحتها تحفه تحفه. دوري ملوش اي لازمه خالص، ملوش اي لازمه تتفرج عليه. عاوز يشفر شفر يا جدع، اللي تشفر مين؟ انت تشفر تتفرج عليه لوحدك زي ما قلنا قبل كده، تقل. يعني مش عارف بصراحه انتوا كجمهور بتناموا ازاي مرتاحين؟ بجد والله العظيم ثلاثه، انا زملكاوي لما بتيجي كوره مثلا فيها بلانتي، والله العظيم بكلمك بما يرضي الله، فيها بلانتي ليا او انا كسبت ظلم، والله العظيم بطلع اقول انا كسبت ظلم. انا متصالح مع نفسي، مع يعني فريق يا جميل على دماغي وعلى راسي من فوق، بس في حاجه اسمها مبادئ اللي هي مش موجوده عندك. ان انا عامل حلقه ليكم، حلقه المبادئ دي محتاجه، انا عاوز اعرف يعني ايه كلمه مبدا. مبدئيا انا ادرسها بس اشوفها الاول كده على اليوتيوب وعلى كذا موقع، يعني ايه كلمه مبدا عشان اعرف اكلمك. ده انا انتوا ضيعتوا لنا كلمه مبدا اصلا، هي كلمه ان انت عندك مبدا، انا مش فاهم يعني انت ضيعتوا لنا، يعني انا مش فاهم الكلمه، فانا هشوف الاول على النت معنى الكلمه ايه عشان لما اجي اكلمك حتى ابقى فاهمان، اجيب لك كده معنى الكلمه ايه عشان اشوف الحاجات دي عندك ولا مش عندك، المبادئ اللي انت بتتكلم عليها. فانتوا ضيعتوا لنا الجزء ده خالص، انا هنبحث عنه ان شاء الله وامر الله يعني. ندخل بقى على الكابتن مارسيل المرشال برعي. مارسيل كولر دلوقتي حضرتك، الشرط الجزائي بتاعه، سيبك من ان انت هنته اهانه، ما ينفعش يعني، ما ينفعش تهينوا الاهانه دي بجد، لان عيب والله العظيم ثلاثه اللي بيحصل ده. وعيب انت مدرب يعني جاب لك 11 ولا 12 بطوله، فعيب اللي بيحصل فيه ده من باب الادب يا جدع، انت الراجل سنه كبير، اديته له 3 4 ازاز كده، لو كان جم في دماغه كان ودع سلم نمر. بصراحه الراجل بيبص كده مستغرب، عارف انت زي ما اقول طب انا جاي معاك جبت لكم بطولات وانا لعبت معاكم وانا لا، مفيش الكلام ده. النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، النادي الاهلي يبيع اي حد في الدنيا عاوز بطوله، اديني بطوله زي ما قلنا، اديني بطوله طلبه، عاوز بطوله فهو لازم ياخد بطوله عشان يحبك. بعد كده ما تاخدش بطوله لازم يديك باي حاجه بقى في دماغك، سكينه، نجفه تاكلها في عقلك، ازازه تاكلها، اي حاجه، وما عندوش مشكله. هو اهم حاجه عنده البطوله، بعد كده فيما بعد عادي بقى بطوله تيجي حرام تيجي حلال، تحكيم، كره في يد، كره في ظهر، كره في عين، كره في قفا، ما عندوش مشكله. هو اهم حاجه يروح البيت يقول لك ايه، بطولات بطولات بطولات. هو ما عندوش مشكله ان البطوله تيجي ازاي، اهم حاجه ياخد بطوله. جت شمال جت يمين، فلان اديته ما اديتهوش، جبت لعيب مش عارف منين، خدت لعيب منين، جبت لعيب جاب لك بطوله، فلان سرقته منين، ضيعت مش عارف فريق، ما عندوش اي مشكله يا باشا. هو الكلام ده كله بيعمل كده مش شايف، هو ما عندوش مشكله خالص يروح يجيب فلان واعلان، ما عندوش مشكله. هو يأذي فلان واعلان برضه ما عندوش مشكله، عادي، في الضيعان خالص. والشرط الجزائي بتاع كولر، الشرط الجزائي بتاع كولر 600,000 دولار. انا عاوز اشوف الاعلام المصري وهو دلوقتي بيطلع يتكلم ان شرط الجزائي 600,000 دولار والاهلي هيدفعهم وده اهدار مال عام وي وي، مفيش الكلام ده، مش هيظهر الكلام ده. الكلام ده هيتقال لو الزمالك بيعمل كده، لكن طول ما هو في الاهلي بيخافوا من الاهلي، الاهلي مرعب، اداره ومجلس واعلام وبيخافوا منه. لكن بجد يعني 600,000 دولار دول هيعملوا حوالي كده بتاع 40 مليون يعني ولا حاجه. طب الاهلي هيدفعهم منين؟ ولو هيدفعوا منين معروفه كده كده هيدفعوا منين. طب اهدار مال عام، طب مين هيطلع يقول غلط، طب مين يطلع يقول صح؟ مفيش الكلام ده يا باشا، هو الاهلي بيعمل كل حاجه صح، الاهلي بيعمل حاجتين والحاجتين بيطلعوا صح. فمبروك لنادي بيراميدز، عيب بقى، مبروك نادي بيراميدز، مشرف مصر والمصريين، وده فريق مصري لازم كلنا ندعمه. ها، لازم الاعلام المصري يدعم بيراميدز، بيراميدز الممثل الوحيد في النهائي بتاع دوري الابطال حضرتك، فلازم ندعمه، لازم ندعمه ونتقي الله شويه. ها، نتقي الله في الفريق ده، الفريق ده عامل سكواد عالي جدا، عامل مدرب برضو محترم، لعيبه محترمه، يعني عامل بصراحه 3 سكوادات في بعض، يعني ربنا يبارك له، محافظ على لعيبته يعني، مش شبهنا كده. ودي كانت نهايه حلقتنا، ويا ريت تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل الجرس. السلام عليكم.